الإنسانية عبر العصور تمثلت بالإبداعات المعمارية والعجائب الهندسية مثل أهرامات مصر والأكروبوليس باليونان وغيرها مثل الكاتدرائية والقصور الهندية. طبعا إيطاليا كان لها نصيب من هالإبداعات، فتخيل حالك إنك عم تبني صرح عظيم. هذا الصرح رح يخلد ذكرك بالمستقبل وتروح تفشل ببناء هالصرح فشل ذريع، بس مع هيك بيحقق شهرة كبيرة. السردة اليوم عن عجبة من الفن المعماري البيزنطي. لايك للفيديو ومشاركة، ولا تنسى الإعجاب بالصفحة لأنه السردة على الخفيف. رح أترك رابط قناتي على اليوتيوب بأول تعليق. بتمنى منك تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس مشان يوصلك كل شي جديد. برج بيزا المائل، يا ترى هو بالأصل انبنى مائل ولا كان مستقيم وبعدين مال؟ يلي صار مع سكان مدينة بيزا بإيطاليا إنهم قرروا بناء برج مؤلف من 8 طوابق مصنوع من الرخام الأبيض وعلى هيئة الطراز الروماني. وعند انتهاء البناء صار شي مانو بالحسبان، لأنه بلش البرج يميل من الجهة الجنوبية، ومن الواضح إنه مسؤولي جمهورية بيزا فاتتهم معلومة خطيرة، هي إنه كلمة بيزا تعني أرض المستنقعات. حاول المهندسين تدارك هي المشكلة، فقاموا بالحفر حول البرج لفحص قاعدة الأساس المطمورة، بس إزالة الأتربة زاد من ميلان البرج. طبعا المحاولات استمرت لإعادة البرج مستقيم نتيجة إدراك المهندسين إنه البرج رح ينهار يوما ما لا محالة. ومن أبرز المحاولات الفاشلة كانت بعام 1932 لما حاول رئيس إيطاليا موسوليني بحقن أساسات البرج ب90 طن من الإسمنت، بس المهندسين استبعدوا هي الفكرة الكارثية لأنها حتزيد من وزن البرج وتعجل بانهياره. مع تطور العلم الحديث لحساب ميلان البرج وتقدير خطورة الميلان، أثبتت الدراسات أنه البرج رح ينهار بنسبة ميلان 5.5 بوصات. وبعام 1992 تجاوز ميلان البرج 5 بوصات، يعني كان رح ينهار بأي لحظة. بهداك الوقت قررت السلطات الإيطالية إغلاق البرج بوجه الزوار، واجتمعوا نخبة المهندسين لإنقاذ البرج، فقاموا بالحفر تحته 40 متر وربطوه بكوابل فولاذية. ولأول مرة بتاريخ بناء البرج استطاعوا تقليل الميلان بنسبة جيدة وما عاد مهدد بالانهيار مثل السابق. طبعا أعيد فتح البرج بعام 2001 أمام الزوار، واليوم يقدر أنه البرج رح يصمد أكثر من 300 عام. والسؤال المهم أنه لو كان برج بيزا مستقيم وانبنى بشكل طبيعي دون تعرضه للميلان، يا ترى كان رح يحقق الشهرة اللي هو عليها اليوم ويكون عجبة من عجائب الفن المعماري ولا لا؟ جاوبوني على هذا السؤال بالتعليقات، ودائما لا تنسوا السردة على الخفيف.